أهم وأكبر سبب لفقدان البصر على مستوى العالم هو السكر. عيانين بيتحولوا إلى قصص بائسة تماما، يعني تشوف واحد لسه في سن الأربعينات أو الخمسينات وفقد الإبصار بتاعه بسبب إن هو عنده سكر. طب أنا قاعد قدام الكمبيوتر بتاعي بشتغل، هيجي لك جفاف حتى لو مش عامل ليزر. العيان بيبقى متخيل إن هو بيعمل اختيار مادي مثلا أو اختيار حسب الموضة اللي هو سمعها. المية البيضاء دي حاجة بسيطة خالص وبتحصل للناس كلها. القرنية المخروطية دي مرض الشباب الصغير، الاعتلال الشبكية للأطفال الخدج اللي هو الأطفال حديثي الولادة. الأطفال دي إحنا بندور عليها علشان نمنع إن هو يفقد الإبصار في بقية حياته. الشخص جه قرر ان انا هاجي اعمل العمليه هنا في مصر، هل في حاجات محتاج اطلبها منه يعملها قبل ما يجي؟ ما أنت لو ما زرعتش عدسة دلوقتي مش هتشوف، بس مم. هتبقى شايف زي أيام القدماء المصريين. اهلا بيكم في يوم جديد وحلقه جديده هنتكلم فيها عن اهم نعمه ربنا رزقنا بيها، العين. وهنتكلم على كل امراض العيون مع اكتر حد خبير ممكن يحكي لنا عنها. فعلا لو حاولت اقدمه هلاقي كلام كتير قوي يتقال، مش هديله حقه، فانا هسيب دكتور وائل الجندي يعرفنا بنفسه وبشهاداته وخبراته كلها. أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ أنا اسمي دكتور وائل الجندي. اتخرجت سنة 95 من القصر العيني. دخلت جيش، كنت ضابط احتياط، قعدت في الجيش 3 سنين، اللي هم 3 سنين جيش اللي هو 30 شهر يعني. اوكي. بعد كده خدت نيابتي في الإسماعيلية. التكليف بتاعي كان في جنوب سيناء في الأول يعني. خدت نيابتي في الإسماعيلية وبعدين انتقلت من الإسماعيلية على طول بعديها بكام شهر للمكان اللي أنا شغال فيه دلوقتي، هو معهد الرمد التذكاري. فأنا في المكان اللي أنا شغال فيه ده من سنة 2000. ما شاء الله. طلعت درست في بداية حياتي خالص تدريب كده في باسكوم بالمر اي انستيتيوت في فلوريدا في ميامي في أمريكا. كنت مع واحد من أجمد جراحي الشبكية في العالم، دكتور ويليام سبيدي. قعدت معاه فترة فيلوشيب، فترة محترمة كده هوت. وبعد كده رجعت مصر بقى ايجر وانثوزياستيك ان انا يعني اساعد الناس هنا. حصلت على الزمالة المصرية وحصلت على الزمالة البريطانية وحصلت على الدكتوراه بتاعتي وحصلت على الاي سي او، حصلت على اي شهادة ممكن الاقيها في سكتي في الوقت دوت. وانا في الوقت الحالي ورايا طقم كبير جدا معايا في المعهد بعلم فيهم وواقف معاهم دايما طول الوقت. ما شاء الله. وبس ده من الناحية العلمية. من ناحية بقى البراكتيكال بقى الحياتية يعني. مم. فأنا عندي حياتي مقسومة نصين. نص الشتاء ببقى الريكريشن بتاعي أو المتعة بتاعتي إن أنا بطلع صحراء. أنا راجل صحراء. صحراء يعني. هتسأل أي دكتور عيون في مصر عن مين الدكتور بتاع الصحراء، هو دكتور وائل الجندي. اوكي. آه، عندي عربيه 4 باي 4 بخش بيها الصحراء. اي مكان اقدر احط فيه العجل بتاعي بروح فيه في اي حته في مصر. في الشتاء، في الصيف بقى الكلام ده في الشتاء، مهم. الصحراء في الشتاء. الصيف بقى الكايت سيرفينج، الرياضات البحريه ان جنرال والكايت سيرفينج ان سبيسيفيك، اللي هو بيبقى فيه زي طياره كده في الهواء وانت ماسك فيها. مربوط فيها وهي بتجرك في الميه تعمل بيها سيرفينج. وعندي كلب اسمه حنفي كل الناس بتحبه. لا ما شاء الله، تعريف ممتاز. طب الكايت سيرفنج ده اتعلمته في ميامي بقى ولا؟ لا الكايت سيرفنج اتعلمته في راس سدر. مم. وبعد كده يعني كنت بروح كتير انا ودكتور زميلي دكتور صبحي. وبعد كده الممارسه المستمره اللي بعملها بتبقى يعني في العين السخنه. طب في تجربة طويلة كده من أول خلصنا القصر العيني رحنا على جنوب سيناء إسماعيلية. لا الجنوب سيناء طبعا كانت فقره قصيره شويه مش طويله، مم. لان دخلت الجيش في الفتره دي، فتره التكليف بتاعي دخلت فيها الجيش. فخدمت في الجيش بدل التكليف. بعد كده الاسماعيليه كانت فتره برضو قصيره لغايه لما سجلت الماجستير بتاعي وانتقلت بقى للمعهد. وبعد كده رجعنا بقى في الجيزة، مش اه كده؟ بقيت طب في أي مقارنات أو حاجات بتبقى بتظهر في دماغ حضرتك بين اللي شفته مثلا في أمريكا واللي بتشوفه هنا في مصر
طلبات الناس نفسها، السيستم اللي موجود، السيرفيس اللي بتتقدم؟ هو طبعا يعني هي المقارنه هتبقى انفير شويه. ليه؟ لان المكان اللي انا كنت فيه في امريكا ده، باسكوم بالمر ده ده نمبر 1 انستيتيوت في امريكا على مدى العمر كله. يعني مم. من انا كنت هناك في 2002، وهو كان في السنه اللي انا كنت فيها كان واخد المركز الثاني، وانا موجود اخد المركز الاولاني. ومن ساعتها هو المركز الاول على العالم، يعني على امريكا سوري. فهو احسن مكان بيقدم خدمه لطب وجراحه العيون على مستوى امريكا كلها على الفتره دي، يعني الفتره دي كلها. فيعني هو مكان كويس جدا، اميزنج. طب ايه اللي خلاك، ليه هو فارق عن اي مركز تاني؟ ايه المميز فيه كده؟ هي حاجات كتيرة. هي الكواليتي اوف سيرفيس نفسها، الفاينانس، الفلوس اللي التمويل. بتمول الكلام دوت، الكونسيستنسي، الناس الاستمرارية. والبحث العلمي. الناس هناك ما في طبعا في امريكا الوضع مختلف عننا شويه. احنا عندنا الكلام ده دلوقتي. مم. المرحله اللي فاتت دي حصل فيها تغييرات قويه جدا جدا. يعني وزارة الصحة عملت سبونسرنج لدراسات في جامعة هارفارد، وكان المفروض ان احنا هنسافر مم. هناك عشان الناس تتعلم ازاي تعمل بحث علمي. وبعدين حصل موضوع الكورونا دوت، فانتقلنا من ان احنا نسافر ان هي اتعملت اونلاين، وكان بيندفع فيها مبالغ كتير. يعني حتى اللي كانوا بيدوا الليكتشرز كانوا دايما يا جماعه مصر دافعه مبالغ كبيره جدا في الكورسات اللي انتوا بتاخدوها دي، يعني انتوا عارفين الكلام ده، وده حقيقي فعلا. مم. وخدنا كورسات من هارفارد برضو في تيتشنج تو تيتش، تي تو تي، ازاي التيتشنج تو تيتش، تدرس؟ ازاي تدرس البوست جراديويتس، ازاي الدكتور يعلم الدكتور الاصغر منه. مهم. خدنا فيها كورسات، وانا الكورس الشهاده بتاعت ده انا واخدها بتميز، يعني ناجح ما فيها شاء الله. بتميز. فمن ضمن الفيو الاوائل اللي فيها. و فهو احنا بدأ يحصل عندنا تغيير في الفترة الأخرانية ديت في الاهتمام بالبحث العلمي والاهتمام بالتعليم في المرحلة اللي بعد التخرج، أو مم. الدكاترة اللي هي بعد ما اتخرجت، ازاي تعلمهم وازاي تحسن من مستواهم، وان هم دايما يقدموا رعاية طبية أحسن. فاحنا بدأنا نهتم بالكلام دوت، والكلام ده كان واضح في الفترة اللي فاتت. فده يحطنا على بداية المسار ان احنا نبقى زينا زي الأماكن الانترناشونال دي. طب هل حضرتك لاحظت فرق في الكلام ده في وصوله للعيان؟ يعني العيان حس بده، ولا زي التنمية بيحس بيها المواطن بعد؟ بص، الحقيقه ان في مصر هنا الكواليتي اوف سيرفيس، حتى لو انت الامكانيات كانت محدوده، لو كانت الامكانيات محدوده في المستشفيات الحكوميه بالذات، الطب وجراحه العيون اصلا بيعتمد على التكنولوجيا. فاحنا عندنا في المعهد البادجت بصراحه قويه جدا. مم. يعني فعلا احنا بيتوفر لنا اجهزه مش موجوده في اماكن تانية. الفلو بتاع العيانين اعلى، فانت عندك مم. عدد عيانين اعلى بكتير جدا. احتكاك كتير فانت جدا احتكاكك اكتر، مم. فبتلاقي الجراح هنا شاطر جدا، وعنده امكانيات انه يشتغل حاجات كويسه جدا، ومتوفر له امكانيات كويسه جدا. كان ناقص في القصه دي شويه البحث العلمي علشان يبقى وده اللي توفر في الفتره الاخيره. فاحنا دلوقتي فعلا عندنا الليب كويسه جدا، قفزه قويه مم. جدا للامام، وبقينا من احسن الناس اللي بتقدم خدمه طبيه في جراحه العيون على مستوى العالم. ده في المعهد لا، ولا في مصر عموما؟ في مصر في مم. العموم، في العموم. في المعهد طبعا عندنا خدمه عاليه جدا. طب هل في سنين الخبرة دي كلها في حالات معينة، حالات مرضية معينة حضرتك تفتكرها مميزة بالنسبة لك، اتعمل فيها حاجة لسه حضرتك فاكرها؟ هو بص، هي البائس في القصه دي ان انت برضو زي ما بتعلم الدكاتره لازم هتعلم العيانين في حاجات مهمه قوي. مم. فانت مشكلتك يعني اهم واكبر سبب لفقدان البصر على مستوى العالم هو البريفنتبل، الاسباب البريفنتبل. قابلة ان انت للتجنب. ممكن تمنعها. مم. هو السكر. اه. السكر في الدم بيأثر على شبكية العين، وفي النهاية بيؤدي إلى العمى. فلو أنت تقدر تمنع الكلام ده، مم. يبقى ده أحسن حاجة. العيان مش محتاج يعمل حاجة غير إن هو يحافظ على السكر بتاعه، يبقى دايما بيقيس السكر الصايم والسكر الفاطر، ويقيس السكر التراكمي، ويبقى كل ده في النورمال رينجز بتاعته، هيحافظ على نفسه كويس جدا.
لكن للاسف لو العيانين مش مهتمين بالقصه دي والسكر بتاعه على طول ملخبط، فانت بتشوف بقى يعني عيانين بيتحولوا الى قصص بائسه تماما. يعني تشوف واحد لسه في سن الاربعينات او الخمسينات وفقد الابصار بتاعه بسبب ان هو عنده سكر ولم يهتم بمعدل السكر بتاعه. والحالات دي كتير مش قليله. كتير. الحالات دي كتير مش قليله، خاصه الناس اللي بتاخد انسولين. لان دول التأثير، يعني الدنيا لما بتلخبط عندهم بتلخبط جامد جدا، وبيحصل عندهم حاجه اسمها الفلاكتويشن، هو التذبذب في مستوى السكر. يعني انت السكر العالي باستمرار ليه تأثير سيء جدا على الشبكيه. السكر العالي ومتذبذب كل شويه ينزل ويطلع ينزل ويطلع، ده ليه تأثير اوحش كمان. فانت عايزه يبقى باستمرار تحت السيطره. طب حضرتك بجد كلمتنا عن حاجه مهمه، بس اكيد مرضى السكر المفروض يكونوا عندهم معلومات بكده، بس حضرتك بتقول في كتير ما يعرفوهاش. لو طلعنا طب بره شريحه مرضى السكر واتكلمنا على ان احنا عايزين نقدم معلومه للناس عن العادات اليوميه اللي ممكن تكون برضو نقول لهم تجنبوا العادات دي لان دي بتاثر على عينيكم. تمام. اللي انا لاحظته في الفتره الاخيره، في ناس قعدت مع كذا حد يعني وكانوا دعوه غريبه جدا، وهي يقول لك ايه sun gazing meditation. انا الكلام ده كان بالنسبه لي سربرايزنج جدا، ان هم بيطلبوا ان احنا نقعد نعمل مديتيشن باننا نبص للشمس. طبعا انت العين دي عباره عن سيستم عدسات. سيستم عدسات زي الكاميرا بالظبط كده. والهدف من العدسات دي ان هي تاخد الصوره وتركزها على نقطه معينه على الشبكيه. النقطه دي اللي هي بنسميها مركز الابصار، وهي دي انا لما ابص في وش حضرتك او في عينك، هي صوره عينك نازله على النقطه دهيت. تمام. فهو وظيفه العين انها تجمع الضوء وتنزله على الحته دي. فحضرتك لما تبص للشمس، عدسات عينك بتجمع ضوء الشمس وتنزله على النقطه دي. جرب بقى تجيب عدسه من اللي هم الهاند هيلد دول اللي متشالين في الايد دي وتحطها في الشمس وتخليها الفوكس بتاعتها، البؤره بتاعتها على ورقه، هتولع لك الورقه دي بالظبط. فهو العينين فعلا بيجوا مركز الابصار محروق. ودول اكتر الحوادث بتحصل كتير قوي. كان زمان كنا بنشوفها كتير قوي في العيانين ساعه الكسوف الشمس. هو الخسوف ولا الكسوف؟ كسوف الشمس او خسوف القمر. كسوف الشمس. ساعة الكسوف الناس اللي بتحاول تبص عشان تشوف الشمس بيحصل فيها ايه بتاع، بيحصل لهم الحرق ده في وقتها، وده فيري كومن. وبعد كده ظهر وراه الناس اللي بتستعمل الليزر بوينترز ويهزروا مع بعض ويشاور بيه على العين. ده اول ما بيعدي على عينك هو دخل على اتكثف على المنطقة ديت، بيحرقها في لحظتها. تمام. فخطر جدا الليزر بوينترز ان انت تهزر بيها ناحية العين. الجديد بقى اللي ظهر ده هو الدعوات بتاعه السان جيزنج، اللي هو التأمل في الشمس، مديتيشن. ده طبعا يا جماعة الكلام ده خطر جدا ويعني طب وده يعني ده طلع ليه؟ ده فعلا ده مش انتحار، بس ده عايز يعمل نفسه. هي معلومات مغلوطة نوعا ما. يعني عايز تعمل مديتيشن تحت الشمس او اي حاجة، اقعد بس ما تبصلهاش. طب ده برضه ياخدني لنقطة تاني، هو نظارات الشمس مهمة فعلا؟ نظارات الشمس مهمة طالما انت بتشتغل كتير في الشمس. لو انت طول الوقت شغال في الشمس، انت ممكن فعلا تأثر على يعني في دراسات اتكلمت على ان هو احد اسباب الاعتلال مركز الابصار بسبب تقدم السن. في حاجة اسمها اعتلال مركز الابصار بسبب تقدم السن، وده بيحصل اكتر في الناس اللي بشرتهم فاتحة شوية او اللي بيتعرضوا للشمس كتير. فالناس دي لما بتلبس نظارات شمس، اعتقد الكلام ده بيبقى بريفنتبل شويه. زي طبعا في حاجات تانية بنتكلم فيها، مالتي فيتامينز معينه بياخدوها لو هم جينيتيكلي الجينات بتاعتهم تخليهم عرضه للموضوع ده. عندهم استعداد جيني للموضوع ده. طيب ممكن نتكلم برضه على حاجه زي المعلومات مغلوطه. هو هل ان انا اقعد في اوضه ضلمه فتره طويله ده يحسن النظر؟ بالنسبه للاوضه الضلمه دي بقى، انا هقول لك كلام فيري انترستنج قوي. دلوقتي انت لما بتخش السينما بتبقى مش شايف اي حاجه خالص. حتى بيجي الاشر او الراجل اللي هو بيقعدنا بيشاور لنا باللمبه كده ويقعدنا. بعد 5 دقايق وانت قاعد تكتشف ان انت بقيت شايف كل اللي حواليك، وشايف كل الكراسي، شايف كل حاجه. ده بنسميه نايت ادابتيشن او دارك ادابتيشن بالعربي، اللي هو التعود على الظلام. خلاص. ده
بيتحكم فيه شويه عوامل، من ضمنها الفتره اللي انت قعدتها في نور مبهر، وقد ايه النور ده كان مبهر، كان قوي. يعني انت لو جاي من شمس جامده قوي، على لما تخش اوضه ضلمه هتاخد وقت شويه في ان انت تتعود. لو انت متعرض لشمس فتره طويله قوي قوي قوي، برضه هتاخد وقت شويه على بال لما تخش الاوضه الضلمه دي تتعود عليها. طيب، لما تيجي سايق بالليل مم. انت بتبقى شايف الطريق قدامك، لما تيجي عربيات تنور في وشك بتضايقك شويه، تمام. وبعدين اول ما بتعدي انت الدنيا بتبقى كويسه. عشان كده دايما في الطرق العاليه الجوده بيبقى في حاجز في المنتصف، مش لازم يبقى حاجز عالي، ولكن بيبقى مغطي انوار العربيه اللي في وشك، تمام. مم. ايه بقى النور اللي ما يأثرش في الكلام ده؟ في سبيكترم معين او شريحه معينه من الضوء ما بتأثرش على النايت ادابتيشن او الدارك، التعود الليلي، اللي هو النور الاحمر. ولذلك كل انوار العربيات الخلفيه مم. لونها احمر. فتفضل انت في الدارك ادابتيشن. الفايترز اللي بيركبوا جيت فايترز وهم سايقين طايرين بالليل، بتبقى نظاراتهم لونها احمر. لما يفرقع قدامه دانه او قنبله او صاروخ او اي حاجه، النظارات الشيلدد اللي هم في الهيلمتس بتاعتهم دي لونها مم. احمر غامق جدا. طب ايه المأساة اللي احنا بنعيشها في الوقت الحالي؟ هو ان الناس مش عارفة الكلام ده، فبتلاقي نفسك ماشي على طريق سريع وعربيات النقل والعربيات حاطين كل الاشكال الانوار، صح. ازرق واخضر واصفر. ويعني الاصفر ده ليست، بس يعني مم. الازرق والاخضر والابيض وكل الكلام ده غير مسموح به نهائي عالميا ان هو يبقى في الاضاءه الخلفيه لاي عربيه. لازم تبقى الاضاءه الخلفيه لاي عربيه لونها احمر. وفي امريكا الاشارات الخلفيه لونها احمر، مم. لا امعانا في تطبيق القانون ده. يعني احنا عندنا الاشارات لونها اصفر، هي تعدي لانها بتبقى بلينكينج وبتقعد فتره قصيره وخلاص. مم. لكن او يعني بتنور وتطفي، يعني اقصد بلينكينج دي يعني بتنور وتطفي. انما ان انت يبقى عندك نور لونه غير اللون الاحمر محطوط في خلفيه العربيه في ظهر العربيه، ده قمه الاستهتار بحياه الناس، لان انت ما بتبقاش شايف. بيتحول ان الدارك ادابتيشن بتاعك يختفي ويحصل لك ابهار كمان. يعني انت يعمل لك جلير اللي هو الابهار دوت. يعني المفروض ان احنا شرطه المرور تبقى واقفه بتجيب بقى الناس دي. يعني كل حد النور مم. الخلفي بتاعه في اي لون تاني غير الاحمر، دي عربيه غير صالحه انها تمشي على الطرق في المروريه. الليل اه. طب دي برضه كانت معلومة جديدة بالنسبة لي، اه. بس هي فكرتني بحاجة، وهي شكوى بعض الناس بعد عمليات الليزك من مشاكل مع النور الأزرق، يمكن مش الأحمر. هو في العموم الناس اللي بتعمل ليزك بتعملها فحوصات كتيرة قوي في الأول علشان نعرف شكل القرنية وسمك القرنية وتحدب القرنية. وبعدين بنعمل حساباتنا احنا هنشيل من القرنية قد ايه وشكلها بعد ما نشيل التغييرات اللي هنعملها دي. احنا بنعدل القرنية دي أكبر عدسة مم. في العين، قوتها في حدود 42 دايوبتر. فاحنا بنعدل في القوة ديت، ده اون افريج طبعا، ده مهم. الكلام مش رقم ثابت يعني. فاحنا بنعدل في الرقم دوت ولغايه لما يصبح رقم مناسب بحيث ان انت ما تلبسش نظارتك، تمام. فالتعديل ده ليه ليميتس محدده علشان شكل القرنيه يفضل يسمح بان الضوء لما يخش جوه ما يعملش ابهار. والمنطقه اللي بنعمل لها ابليشن او اللي احنا بنغير في شكلها مم. لازم تبقى ليها حدود معينه واطرافها فيها زي يعني مرحله انتقاليه بشكل معين، بحيث ان في النهايه انت اي ابهار بيحصل مع حدقه العين الواسعه يبقى اقل حاجه ممكنه. بعد كده بيجي فتره النيورو ادابتيشن اللي هو التعود العصبي، مم. ان الكلام ده يروح مع الوقت. ولذلك انت في البدايه لغايه لما القرنيه تخف خالص بيبقى فيه شويه ابهار خفيف خاصه مع الجفاف اللي بيحصل. وبعد كده الدنيا دي بتتحسن. وبعد كده بالتعود العصبي دوت اللي هو النيورو ادابتيشن ده برضو بيقل خالص ويختفي خلال 6 شهور، سنه بالكتير. طيب احنا دخلنا النقطة مهمة بقى، اللي هو اه. موضوع الليزك عموما. الليزر. فلأن احنا بنتكلم برضه عن موضوع السياحة العلاجية والناس اللي عايزة تسافر عشان تيجي تعمل عملية الليزك هنا في مصر لأسباب مختلفة كتير جدا. فخلينا نبتدي مش هي عملية تصحيح إبصار عن طريق زي ما حضرتك قلت بنعمل تصحيح أو حاجة في القرنية نفسها.
بس بتلاقي في انواع كتير بنسمعها، الفيمتو ليزك والبي كي مش عارف مين والسمايل ليزك والكاستم ليزك فبنقعد نسمع اسماء كتير. سريعا يعني عايزين نبقى عارفين ايه الفروق بينهم، انا اختار ولا اسيب الدكتور يختار لي، وهل في فرق في الاختيار ده ولا لا؟ يعني عايز اسمع من حضرتك. هو من المؤكد اجابه اخر سؤال، من المؤكد لازم تسيب الدكتور يختار لك. تمام. ليه؟ عايزين نوضح للناس ليه اسيب الدكتور ليه؟ يختار. احنا زمان اول ما طلع الليزك كان كل الناس بتعمل ليزك. امم. اي حد انا عايز اعمل ليزك يخش يعمل ليزك. وبعد كده الكلام ده في يعني اول في بداياته في الثمانينات التسعينات، الحاجات دي. بعد كده بدأنا نكتشف لا ده يعني مش كل قرنية ينفع لها الليزك، وفي فحوصات لازم تتعمل، وفي اللي بيسموها البايوميكانكس او الميكانيكيه حركة قوة العين. القرنية دي تستحمل ايه وما تستحملش ايه. العين عبارة عن كورة مليانة سوائل او فلويد، وبتحافظ على شكلها، فهي فيها ضغط من جواها. فقدرة القرنية انها تستحمل الضغط اللي وراها دوت، اللي هو من جوه دوت، اللي هو الضغط الطبيعي، قدرتها انها تستحمله دي مختلفة من عين. يعني كانت الصورة البدائية زمان خالص خالص ان كل الناس زي بعضها، فاتضح ان الموضوع مختلف. كل عين مختلفة، كل عين ليها شكل مختلف، كل قرنية ليها شكل مختلف، ليها قوة تحمل مختلفة. كل دي فحوصات ودراسات بتتعمل في الوقت الحالي. لو انت القرنية بتاعتك رفيعة ما تستحملش انك تعمل ليزك، فخلاص الدكتور بتاعك بيختار لك ان انت تعمل ليزك او تعمل بي ار كي اللي هو الكشط السطحي من البداية، او انك تعمل فيمتو ليزك اللي هو المقصود بيه انك ترفع شريحة الليزك دي ترفعها بالفيمتو ليزك نفسه علشان تبقى أرفع ما يكون، فتأثيرها على القرنية يبقى أقل ما يكون. فدي بتبقى اختيارات الدكتور بتاعك بيعملها، أو يقول لك إنك ما ينفعش ليزك وتتجه لنوع تاني من الجراحات زي زراعة العدسات أو أي نوع، أو إنك تلبس عدسات لاصقة وما تعملش أي حاجة خالص. فهو الدكتور قراره بيكون مبني على معلومات بيستقيها من الفحوصات اللي هو بيعملها لك. العيان بيبقى متخيل ان هو بيعمل اختيار مادي مثلا، او اختيار حسب الموضة اللي هو سمعها. فده مختلف. ده انت اختيار الطبيب بيبقى على المعلومات الطبية اللي بيحصل عليها بالفحوصات اللي بيعملها، ومقاس نضارتك قد ايه، وقوه سمك قرنيتك قد ايه، تحدب قرنيتك ايه، عندك جفاف ولا ما عندكش، الخزده الاماميه بتاعتك جوه عينك حجمها قد ايه، تستحمل ايه، تاريخ المرضي بتاع العيله بتاعتك، هل انت ليك حد من قرايبك عنده قرنيه مخروطيه ولا لا، هل حد عينك التانية شكلها ايه لو هتعمل في عين واحدة، هل سبق ليك عملت عمليات في عينيك قبل كده، هل انت عندك مشكلة في العصب البصري او في ضغط العين نفسه، في تتبع الكلام دوت هيبقى عامل ازاي بعد كده، عندك سكر ما عندكش سكر. طب احنا قلنا شوية معلومات مهمة بس سريعا، فانا عايز اجي لهم واحدة واحدة تاني. ايه الحالات اللي ما ينفعش فيها نعمل ليزك اصلا؟ اي قرنية، ماشي، اي قرنية سمكها اقل من 460 470 ما حدش بيلمسها. اوكي، ما حدش بيلمسها نهائي. فحسب سمك القرنية اول سمك حاجة، تحت القرنية سمك ده معين ما خلاص. نقدرش نقرب. اي قرنية الطبوغرافيا بتاعتها توحي بانها فورم فروست او يعني شكل من اشكال، او شك او فيها شك من درجة من الشك انها قرنية مخروطية بس ما فيهاش حاجة يعني، دي برضو ما حدش يلمسها. خلاص، لان ممكن يكون العيان ده القرنية بتاعته عايشة طبيعية خالص، واول ما تلمسها تتحول لقرنية مخروطية، فهي خلاص هي ماسكة نفسها، سيبه بقى في حاله. اي قرنيه بقى فيها قرنيه مخروطيه دي مش هيتعمل لها ليزك، لا يعني ليها قصص تانية بيتعمل فيها حاجات تانية خالص، فدي بره الموضوع خالص. فدي البرود لاينز بتاعت فاحنا لو انا هسمعهم، فقلنا اول حاجة سمك القرنية، في سمك معين ما يقدرش. بعد كده شكل القرنية، في اشكال لو هي قرنية مخروطية فخلاص ما ينفعش خالص، او لو شكلها قريب من شكل اللي هو الفورم فروست، اللي انت العين ده هو قرنيه مخروطيه بس ماسك يعني، بس هو سليم ما فيهوش حاجه. لان القرنيه المخروطيه بتبقى بروجريسيف، بتقعد تزيد، لكن هو ممكن يكون طبيعي خالص، لكن هو يعني قرنيه مخروطيه واقفه في مكانها، ملصمه نفسها بالبلدي كده يعني. هو ايه مشكلة ان واحد يبقى قرنية مخروطية بعد كده؟
طيب ايه هي بقى القرنيه اه. المخروطيه دي؟ القرنيه المخروطيه دي ان انت انسجه القرنيه بتاعتك اصبحت ضعيفه مم. لدرجه انها مش مستحمله ضغط العين الطبيعي اللي وراها، مم. فعماله تتنفخ زي البالونه. مم. تمام. فكل ما تتنفخ زي البالونه قوه عدسه العين دي بتزيد. مم. تمام. فلو انت مثلا كنت ما بتلبسش نظاره تبدا تلبس نظاره، لو هي -1 تبقى -4 -5. تمام. بس هي بتتنفخ، مش بتتنفخ الى بشكل ريجولر كده او طبيعي، مم. لا دي عماله يعني زي البالونه اللي بتطلع من حاجه الضغط وراها عالي. البالونه بتطلع من كاوتش العربيه مثلا ساعات، مم. او اللي كنا بنعملها أيوة. بالبالونه زمان كده، فهي مش ريجولر. مم. فلذلك الشكل عمال يتغير، فما بقاش ينفع نظاره كمان، يعني حتى مم. التصحيح بالنظاره انت مش عارف تعملها. فهي مش كلها بشكل منتظم كده خرجت لبره وعملت عزل، لا ده هي بقت معوجه، مم. بدات تبقى رفيعه. ما هي كل ما هتتنفخ اكتر كل ما تبقى اه. رفيعه. وبعدين يبدا يحصل فيها يعني باثولوجي بقى، يبدا تعتم تطور شويه، المرض. يحصل فيها مم. الموضوع يعني. فهي يعني القرنيه المخروطيه لازم تبقى ادريس، لازم يبقى مم. تعالج وعلى حسب المرحله اللي هي فيها وما تتسابش كده طبعا. اه. طب دي نقطة مهمة، أنا كنت استحسن حضرتك أصل أنا يعني واحد صاحبي بيقول لي كل شوية يسألني إيه هو أنا ينفع أعمل ليزك؟ أقول له ما تعمل، يقول لي بس أنا عندي قرنية مخروطية. أقول له طب ما يبقى ما أعرفش. تنفعش. ما أعرف. هي اجابه بس واحد، هو قولا بس هو واحدا. كده معناه إن هو حالة نظره هتتطور طول الوقت للأسوأ. اه طبعا لازم يبقى ياخد اجراء. هو مم. لو الحاله بتاعته ايرلي في البدايه خالص، احنا ممكن نعمل تثبيت قرنيه فقط. تثبيت القرنيه ده بيتعمل بجلسه كده والدنيا تبقى كويسه. ممكن يركب حلقات لو الحاله متطوره شويه، بيعمل تثبيت ويركب حلقات. مم. لو ممكن نشرح الحاجات دي؟ انا مش فاهم اللي حضرتك بتقوله بصراحه، يعني مش فاهم ايه الجلسه اللي هتتعمل عشان القرنيه المخروطيه، مش عارف ايه العدسه اللي هتتركب مع الجلسه. تثبيت القرنيه ده مم. تثبيت القرنيه ده عباره عن احنا بنعرض القرنيه لشكل معين من الضوء او الاشعه مم. اللي بتخلي الروابط ما بين أنسجة القرنية تبقى أكتر. اوكي. أنسجة القرنية ديت مم. بتبقى ماشية بارلل فوق بعضيها كده، مم. فإحنا بنعمل روابط ما بينها أكتر فتبقى أنشف، مم. فما تتأثرش أكتر. هو القرنية المخروطية دي مرض الشباب الصغير في العادي. بعد سن ال40 نادر لما تلاقي قرنية اه. مخروطية. ليه؟ لأن قرنيات الناس بتبقى تعرضت للشمس والضوء بما يكفي إن هي عجزت، فبقى في روابط كتير قوي ما بين الأنسجة بتاعتها. مم. خلاص، فاحنا اكتشفنا القصة دي ليه هي بتحصل في الناس الصغيرة صغير مش مش الكبيرة. الكبار. خلاص، هتلاقي في السن التينيجرز دول بيبدأ البيك بتاعها، وفي العشرينات بتعلى أكتر. طيب، مم. عملنا ايه احنا بقى؟ بنعرضها للضوء الكافي بحيث انها تبقى كانها خلاص عدت سن ال40 بسرعه، فتثبت في مكانها، مم. فما تتاثرش، تبقى انشف، ما تبقاش طريه كده وبتتنفخ بسهوله، او يعني تبقى تتاثر بالضغط بسهوله، مم. بس كده. فهو ده اللي بيتعمل في التثبيت. طيب، ده في المراحل الاولانيه الاولانيه. خالص، مم. ويثبت ويبقى كويس خالص وما يحتاجش حاجه تانية. وحتى لو كان في بروز خفيف كده ممكن يريتراكت شويه، يرجع شويه مم. على خفيف. طيب، الحاجة التانية بعد كده الحلقه بقى بقى. ان انت تزرع حلقات. الحلقات دي فكرتها ان انت بتعمل ميكانيكال سبورت او دعم دعم. ميكانيكي مم. للقرنية، بانك بتزرع جواها حلقة بلاستيكية بشكل معين ودراسات معينة كده، يعني بشكل جوه طبقات القرنية، بحيث انها تبقى ساندة المنطقة اللي هي بتتعرض للضغط دي. وفي نفس الوقت بتعمل التثبيت معاها برضه علشان تقلل من مم. البروجريشن بروجريشن. بتاع تطور الحاله المرضيه. تطور الحاجة. في حالات بتبقى اتأخرت على الكلام ده، مم. في حالات تانية بتبقى تطورت خالص. يعني القرنية لو كان سمكها بقى رفيع جدا مش هتعرف تزرع جواها حاجة، مم. فعلشان تاخد الطبقات وتزرع ما بينها هتبقى حاجة رفيعة جدا وتقطعها، فكده تبقى انت وصلت لمرحلة لا ده انت محتاج ترقيع قرنية. فهي ميزة القرنية المخروطية انك تلقطها بدري، مم. البحث عنها. يعني من احسن الحاجات اللي عملها الليزك ده ان الناس لما بقت تروح تدور على الليزك بقينا يكتشفوا بقى. نكتشفهم بدري. واحنا ما كناش نعرف ان كمية الناس اللي عندها قرنية مخروطية دي كتير كده. مم. فاحنا كل الفحوصات اللي بتتعمل قبل الليزك هي البحث
عن ذلك الشخص اللي عنده قرنيه مخروطيه مستخبيه ومش باينه عليه. كلنا يعني كلنا مم. داخلين ندور على الشخص ده علشان نقول له لا ده انت عندك قرنيه مخروطيه، وما ابعد ينفع. ابعد عن كده ونمشي في سكه بقى العلاج. اوكي. طب نسبهم بقت كبيرة وسط الناس، ولا نسبهم يعني 10% هم 20%؟ اكبر من اللي احنا كنا متخيلين. انا مش عايز اضرب ارقام عشان ما كده نخوفش الناس برضه. عشوائيه ونخوف مم. يعني، فهم اكتر من اللي احنا كنا متخيلينه زمان، بس مم. هم فعلا بقوا كتير وليها ديموغرافي. الحاجه المهمه بقى ان احنا بدانا نعرف حاجات اسوشيتد معاه، حاجات مقترنه معاه. مم. يعني الناس اللي عندهم رمد ربيعي مثلا وعندهم معلش، يعني ايه رمض ربيعي؟ الرمد الربيعي، ده نوع من انواع الحساسيه اللي اه، بتيجي تمام. للناس في سن التينيجرز اللي هم ما بين 10 و20، مم. وممكن تستمر معاها بعد كده، او يعني ساعات بتتحسن وساعات بتفضل موجوده. العيانين دولت من الحاجات اللي بيعملوها دايما انهم بيدعكوا في عينيهم. مم. دعك في العين خلاص يعني ثبت ان هو مقترن بالقرنيه المخروطيه. تدعك في عينك كتير بتعرض عينك انها تتحول لقرنيه مخروطيه. عشان الضغط اللي بعمله الفرق اللي انت مم. بتعمله دوت خلاص تم اثبات ان هو مقترن بقصه القرنيه المخروطيه. اذا الدعك في العين ده حاجه عاده سيئه جدا، يا يجب ان نتجنبها جميعا. ما تدعكش في عينيك، عينيك سليمه وكويسه بتحرقك يبقى تاخد حاجه للحرقان او تسيبها في حالها، لانك لما هتدعك هتحرقك اكتر، فكده مم. كده انت مش بتفيد نفسك. فالدعك في العين ده حاجه عاده سيئه جدا، من ضمن الحاجات اللي بتساهم في ظهور القرنية قرآن المخروطية. مخطوطية. طيب احنا اتكلمنا عن القرآن المخروطية من كلامنا على الليزك، فاحنا اصلا أيوة. اتكلمنا عليها ان هي من موانع ان احنا نعمل ليزك. بعد كده نرجع بقى للليزك نفسه، احنا بنتكلم على انواعه. فكان في اللي هو الليزك العادي، وبعد كده قلنا في كاستم اللي انا مش عارف ده بتاع ايه، طيب والفيمتو اوكي، وفي السمايل. نتكلم بقى على مم. الكاستم ليزك ده، ان انت ممكن عيان مثلا العدسة بتاعته نضارته يعني -2، ترفع وتغير قوة القرنية بحيث ان هي يعني تشيل منها -2 دولت، تظبط الدنيا وتقفل وخلاص. مم. تمام، وهيشوف كويس خالص زي الفل. تمام. فانا بفتح بمشرط ولا بفتح بعادي ولا؟ هو بقى رفع الشريحة دي مم. يا اما بيبقى، هنا بقى بتيجي الحاجات يا اما يعني بيتعمل بالفيمتو ليزك، رفع الشريحه ده هو ده بقى الفيمتو ليزك، مم. يا اما بيتعمل بمايكرو كيراتوم. المايكرو كيراتوم ده ميكانيكال، عامل زي بليد كده مم. او يعني مشرط معين كده بشكل معين راكب على هيد معينه، بيعدي يرفع شريحه. الشريحه دي هي سمك وشكل معين. الانواع الهيدز دي المايكرو كيراتوم دي انواع كتيره، مم. مفيش مجال للهزار في دي في رأيي أنا. مم. يعني هي دي بتغير في سعر الليزك من مكان لمكان. الأماكن اللي بتستعمل الكيراتومز البراندد الحقيقية اللي بتستعمل مرة واحدة ولا يمكن استعمالها مرة تانية على عيان تاني، مم. هي دي اللي الريزلتس بتاعتها دايما كويسة. فكرة ان انت تجيب حاجات ارخص او اقل دي حاجة سيئة جدا، ما بنتعاملش فيها خالص، المفروض ان احنا بنتجنبها تمام. مم. تمام. دي الطريقة اللي بنرفع بيها الشريحة. طيب في عندنا حاجة تانية اسمها البي ار كي. البي ار كي ده اللي بيستعمل علشان تبدأ الليزر بتاعك من غير ما ترفع شريحة. فبتاخد الليزر بيبدأ من على وش القرنية على طول، والتصحيح يبدأ من على وش القرنية على طول بدون رفع مم. شريحة. ايه الفرق ما بينه وبين الليزك؟ في الليزك انت رفعت الشريحة، بعد ما خلصت التصحيح قفلت الشريحة مم. تاني، سواء رفعتها بالفيمتو ليزك او رفعتها بالمايكرو كيراتوم. في البي ار كي انت شلت الابيثيليوم، بتكحت الابيثيليوم كده تشيله او وتعمل الليزر بتاعك، فبيفضل مفيش حاجه تنزلها، مم. فبيفضل سطح القرنيه ده كانه عليه قرحه كبيره، بتحط عليها كونتاكت لينس وبتسيبه. مم. خلال 3 4 ايام الدنيا بتكون قفلت وبقت كويسه. مشكلتها انها ساعات في بعض المرضى بتسبب الم، خلاص عنده قرحه على القرنيه فبتوجعه، مم. فبتسبب له الم في اول 3 4 ايام دول، فهو مش مبسوط من كده. تمام. مم. كان زمان ساعات برضو لو التصحيح كبير بتسيب غيامه خفيفه كده على القرنيه تختفي بعدين. حتى الغيامه دي بنستعمل مواد كيميائيه دلوقتي مخصوص بتتحط على القرنيه تمنع الكلام ده، فهي بيرفكت تمام. بس مشكلتها ان انت
3 أو 4 ايام، ممكن توصل ل5 ايام متضايق وحاطط عدسه لاصقه، وغالبا ما بتعرفش تروح الشغل، يعني تبقى محتاج تاخد الوقت ده اجازه. الليزك انت لو عملته النهارده بكره ممكن تريح، تاني يوم انت في شغلك عادي خالص طبيعي، مفيش اي حاجه خالص، لان هي مش محتاجه حاجه. فعشان كده الليزك بقى مور كومن، لان العيان بيقوم يعني 10 دقايق ويقوم ويروح البيت كويس ومفيش حاجه وشايف كويس ومفيش اي حاجه، على عكس بقى البي ار كي دوت اللي هو بياخد كام يوم بس هو محافظ على انسجه قرنيه اكتر، يعني سايب القرنيه بتاعتك اكتر. فممكن الدكتور بتاعك يلاقي ان القرنيه بتاعتك انت محتاج تصحيح كبير وهو مش عايز ياخد من القرنيه كتير، فيختار لك البي ار كي، فتعمل البي ار كي الكشف السطحي دوت. تمام. بعد كده انت بقى الطريقه اللي بتعمل فيها ابليشن على القرنيه، الطريقه اللي انت بتشيل منها من القرنيه دي، انت يا اما بتشيل زي ما قلنا كده رقم النضاره، تمام، يا اما باجهزتك بقى بتبحث على ايه المشاكل الموجوده في العين دي كلها، سواء في القرنيه او عدسه العين او كل العين بقى كنظام عدسات، وتبحث على المشاكل دي ايه وتعمل لها حل في الطريقه اللي انت هتحط الليزر بتاعك على القرنيه وتعالج كل حاجه. ده الكاستمايزد بقى، ده اللي هو انت عامله مخصوص للعيان ده، يعني هو معمول للعين دي مخصوص، مش عدسه او يعني او تصحيح ينفع لكل الارقام دي. ده انت بتدور على كده خلاص، فبتصلح كده، فبيخلي الكواليتي بتاعت الفيجن احسن كتير. زمان كنا بنقعد دايما نقول للعيانين في اختيار ما بين ده وما بين ده في الاجهزه، لان كان في فروق. دلوقتي الموضوع دوت بقى اكستريملي كومن، ان احنا في العادي يعني بنراعي كده الاستجماتيزم العالي، الحاجات دي بنراعي فيها الكلام ده كله، وبيتصحح في معظم الحالات. مفيش حاجه اسمها ان انت داخل بتصحح رقم كده وخلاص. فالبحث عنه دلوقتي ما بقاش هو ده اللي هو الكاستم. يعني حضرتك تقصد ان احنا اوريدي في الليزك كل العادي الناس بنعمل يعني حاجه بنعمله لكل الناس يعني يعني احنا ما بنعملش حاجه اللي هو ايه ستاندرد كده لكل الارقام، لا لا، هي كل العيانين بيتعملوا بالطريقه دي دلوقتي، وما بقاش زي زمان خالص لما بيتقال لا ده انا عندي كذا وانا عندي كذا، وكانت بتستخدم في ان انت لا ده اغلى من ده ومش ده اغلى من ده، انت دلوقتي بتعملها لكل العيانين. طب لو انا عايز الخص اللي انا فهمته، فاحنا عندنا الكشف السطحي وعندنا الفيمتوليزك. الفيمتوليزك لطيف وكله بالليزر ما فيهوش المشرط، في حين الكشف السطحي بيحافظ على الانسجه احسن حتى من الفيمتوليزك. وفي الاخر الاختيار المفروض يكون للدكتور، هو اللي هيشوف درجه التصحيح اللي احنا محتاجينها قد ايه، وهو اللي يحدد. الموضوع بيختلف اكتر في الاستشفاء. في الفيمتوليزك انت بتقدر ترجع شغلك بعدها بيوم مثلا، في الكشف السطحي ممكن تحتاج من 3 ايام لماكسيمم 5 ايام. طيب، السؤال اللي انا كنت عايز اساله عشان تركيزنا على جزئيه السياحه العلاجيه، الشخص جه قرر ان انا هاجي اعمل العمليه هنا في مصر، هل في حاجات محتاج اطلبها منه يعملها قبل ما يجي، ولا يجي واحنا بنعمل له ايه لو كده؟ وده هيفرق معاه في الوقت قد ايه؟ والعمليه انا عارف ان هي كلها 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. بعد العمليه بقى هيقدر يسافر تاني لبلده امتى؟ ايه المتابعه اللي ممكن يكون محتاجها معانا؟ طيب انا اول حاجه عايزها من العيان ان هو يبقى دايما يجي لنا معاه كشوفات النظارات القديمه بتاعته كلها، دي ريفرنس مهم، لان انا لازم اتاكد خاصه في السن الصغير ان النظر ده ثابت مش بيتغير. تاني حاجه العيان اللي بيستعمل عدسات لاصقه بطلب منه ان هو يوقف استعمال العدسات اللاصقه لمده اسبوعين قبل ما نبدا نعمل الفحوصات، مينيمم اسبوع، مينيمم اسبوع، لان العدسات اللاصقه بتبقى عامله امبريشن او تاثير على شكل القرنيه، فانا عايز الفحوصات اللي بتاعتي اللي بعملها على الوضع الطبيعي القرنيه بتاعه. بشكلها الطبيعي، زي ما احنا كده تبقى لابس الساعه بتاعتك واول ما تقلع الساعه تلاقيها سايبه امبرنت على ايدك، على الجلد بتاع ايدك، هو ده بالظبط اللي بتعمله العدسات اللاصقه في استعمالها الطويل. غير كده اغلبنا مفيش حد بيعتمد على فحوصات حد تاني قوي في القصه دي بالذات، فاحنا بنعمل الفحوصات فريش ناو، وناخد الداتا منها وندخلها في السيستم بتاع الليزك، ومنها بنشتغل. فالفحوصات بتتعمل مع العمليه نفسها.
ماشي. بعد كده بقى هيبقى الريكفري هيقدر يسافر بلده تاني بعدها بقد ايه المتابعة؟ الريكفري سهل خالص، يعني انت العيان بيحتاج 4-5 ايام بالكتير جوه البلد ده، يعني اكستندد كده يعني، مم. وبيمشي بعدها على طول. عيان البي ار كي بس هو اللي انا ببقى عايز اطمن عليه ان هو نشيل العدسه اللاصقه وما عندوش مشكله. مم. هو ده اللي ممكن يطول مني سنه يوصل لل5 ايام دول، انما معظم العيانين التانيين الريكفري سريع جدا. هل في اي نوع من انواع المتابعات محتاجينها بعد كده ولا خلاص كده؟ هو المتابعات اللي بعد كده ممكن يعملها في بلده، ما فيهاش اي مم. مشكله، ما هي دي مش مشكله. احنا بنحتاج بعض الحاجات كده بعد شهر، وحاجه بعد التانيه بعد سنه، لكن دي ما فيهاش مشكله. لكن هو طبعا زياراته لينا في اي وقت ينورنا، مم. لكن الحاجات الكريتيكال بتبقى هي اول 2-3. اوكي. انا شخصيا عملت ليزك قبل كده. الناس اللي معانا هنا احكي لنا بقى اللي الاكسبيرينس موجودين بتاعتك. بره في كذا حد عمل ليزك من الموجودين معانا. اه لما عملت الليزك كنا لسه مخلصين جامعة، وحد من اصحابنا قال لنا بص انا في دكتور عارفه شاطر هيعمل لنا ليزك مش عارف ايه. آه، ما كنا لسه مقلقين، راح هو عمل جالنا القهوة بعدها بكام يوم، الراجل كويس، رحنا داخلين كلنا بتاع 5-10 مش فاكر كنا كام. عملنا ليزك، وانا شخصيا حتى كنت مسافر بعدها، يعني انا عملت الليزك وسافرت بعدها في نفس الاسبوع تقريبا يعني. والحمد لله ما كانش عندي مشكلة بعدها بصراحة. ولكن بسمع عن ناس بيبقى عندهم مشاكل بعد الليزك، مشاكل من نوع الجفاف بتاع العين. انا الحمد لله ما احتجتش اي، يعني خدت القطرات بتاعت الجفاف دي، اداني حاجات لمدة 3 شهور تقريبا، بس انا يمكن شهر وما كنتش محتاج منها تاني. ولكن عشان كان في محاضرات لسه باخدها في الجامعة، لما تبقى الشاشة الكلام فيها صغير قوي كنت احس بصداع بعد الساعة الثالثة مثلا. غير كده ما كانش عندي اي مشكلة. لكن في ناس كانت بتشتكي من موضوع الجفاف. في بالصدفة كان في جروب كده عاملينه على الفيسبوك اسمه تجارب العلاج في مصر. فكان مرة حد مش مصري يعني بيسأل على الليزك، فقلت له تجربتي الشخصية كذا. لقيت واحدة من أصحابي قالت لي ده أنا عملت ليزك وبعد كده بقى دايما عندها زي في خط معين بتشوفه بقى دايما مضايقها. فهل الليزك عملية آمنة ولا عملية فيها مشاكل، ولا ايه الاكسبكتيشنز عشان نمانج الاكسبكتيشنز بقى العملية؟ تمام. حته الاكسبكتيشنز دي هي اهم حاجه مم. في الليزك. تمام، you have to be safe all the time. بالنسبه للدكاتره لازم تكون امن تماما. مم. وبعدين في مثل اساتذتنا كانوا دايما بيقولوه، وهو ده اللي احنا بنشتغل بيه، او اللي انا بشتغل بيه دائما، اللي هي ايه؟ promise less deliver more. مم. تمام، يعني ما تقعدش تكلم العيان انت هتشوف مش عارف ايه، لا انت يعني تقول للعيان الواقع اللي هو هيشوفه. مم. فانت لازم تبروميس less وتحقق له احسن من كده. وتحقق له اكتر and مم. deliver more، واديله اكتر من، يعني اوعده باقل حاجه متوقعه. مم. تمام، واديله احسن حاجه ممكن تعملها عشان يبقى عنده احسن ريزلتس. فلذلك انا ضد فكره ان انت تمجد له يعني العيان اللي عنده ايرور عالي قوي لازم يبقى متوقع ان التصحيح العالي قوي ده بيبقى مصاحب بشيء من الجلير او الابهار او ايرور الكلام عادي ده. اللي هو درجة كام او إيه؟ لا، في يعني احنا الليمت بتاعنا في الليزك المفروض ان احنا بنقف عند 6-7 بالكتير. مم. في بعض القرنيات الصعبة قوي ممكن نزيد عن كده، اللي هي يعني تستحمل يعني. مم. انما في العموم في ارقام قد ايه تقدر تاخد ابليشن، او قد ايه ارقام تشيلها، دي بيعتمد على سمك القرنيه نفسها مم. والبايوميكانكس بتاعتها. احنا بندرس برضو اللي هي قوتها واستحمالها للضغط، كل ده بيتعمل. فهي فاريبل من عيان للتاني، يعني مم. مش معنى ان عيان عمل وهو كان -7 ان واحد تاني لازم يقدر يعمل -7 دي مم. يعني مش هو ده. لكن الاهم من كده انت العيان لازم يبقى عارف ان انا لما صححت رقم كبير ممكن بالليل الاضواء تضايقني شويه في البدايه بالذات. انا افتكرت المشكلة اللي عندي بعد الليزك، النور الازرق، درجة معينة من الازرق اللي هي بتبقى في النيون، في محلات بتكتب اساميها بالازرق، اللون ده بيبقى مضايقني مش عارف. بيديك ابهار. اللي هو نفس الدرجة بتاعت البوليس اللي هو عنده تمام، هو ده ازرق المفروض واحمر. يبقى اريتيتنج، اللون ده المفروض ان هو اريتيتنج اصلا، ده اللي بيضايقني. لانه هو الاريتيشن بتاعه على مستوى مركز الابصار كمان، مش مجرد الحته دي. فهو اللون ده الهدف منه ان عشان كده هو على السرينه بتاعت او مم.
الفنار بتاع عربيات البوليس بيبقى جاي علشان ما يضايق. تقولش انا ما لمحتكش. تمام. فهو في درجات اللي هي الالوان على السبيكترم بتاع اللي بنسميه الرؤية، مجال الرؤية تقريبا، او درجات يعني التردد كل بتاعت لون ليه الرؤية. مكان على الطيف. المكان بتاعه ده بيتحكم تحركاته جوه العين بيبقى شكلها عامل ازاي، الانكسار بتاعه جوه العين بيبقى عامل ازاي. فاقل حاجه هتضايقك في ناحيه الاحمر، واكتر حاجه هتضايقك ناحيه الازرق. بعد الليزك لو انت شايل رقم كبير، يبقى متوقع ان انت بالليل هيحصل ان الضوء يحصل له شويه ابخار، فيبقى مضايقك شويه. وبعدين مع الوقت النيورو ادابتيشن يتحسن. الموضوع ده بيتحسن مع الوقت. الجهاز العصبي بالظبط هيتعود كده. عليه. هو التعود العصبي ده بيتعود عليه، ويبدا ما يضايقكش وما تشوفوش وما تحسش بيه. اهم حاجه ان انت يعني ما تروح لدكتور انت بتثق فيه ويقول لك ما ينفعش، تصدقوا. ما تروحش لواحد تاني. يعني طالما حد ثقه قال لك انه ما ينفعش، مش معنى كده انك تروح حد تاني. عامله زي المثل اللي هو واحد كان بيسال واحد انا هو ينفع نصلي من غير ما نتوضى؟ قال له لا ما ينفعش. قال له ليه؟ ما انا شغال بقالي كتير. جربت ونفع. ما شغال ما فيش حاجه يعني. فهو ممكن وبعدين انت ممكن تروح لحد تاني وتعملها وما يحصلكش حاجه. تمام، تبقى كويس. بس مش معنى كده ان انت statistically بالاحصائي كده ان انت يعني انت احصائيا ممكن يحصل لك حاجه. انت عايز تاخد ريسك، ده قصه تانية. في دكتور هيبقى مش عايز ياخد معاك ريسك. فمش معنى ان حد كويس وثقه ما انت ما تروحش لاي حد برضه. يعني تروح لحد ثقه وكويس وانت عارفه ويقول لك ما تعملش، يبقى ما تعملش وما تدورش في حته تانية، خاصه لما يشرح لك الاسباب اللي هو رفض بيها. رحت لحد ثقه وقال لك ان ينفع، خلاص ما فيش مشكله. يبقى احنا كده عن دراسه وعن فحوصات، ما عندنا معلومات، المعلومات دي بتقول ان انت ينفع، يبقى خلاص يبقى نقدر نعمل. وبدام هنعمل يبقى باذن الله ما فيهاش مشكله. هي عمليه امنه جدا. الليزك دي عمليه من اكثر العمليات الامنه في طب وجراحه العيون. الرؤيه بعدها بتعتمد على اولا الرؤيه قبلها كان شكلها عامل ازاي، الاصلاح هل هو تصحيح كامل ولا لا، السن مهم قوي. في جزء مهم قوي على المريض. في مرضى كتير بتدعك في عينيها بعد العمليه على طول، فبتحرك الفلابه فتسيب لنفسها سترايز صغيره. اضطر الدكتور يخش يفرد الشريحه تاني ويظبط الدنيا تاني. وهو الليزك نتيجته دايما احسن حاجه انه يجي من اول مره كده. لو الدنيا هنرفع شريحه او انت حركت الشريحه وعملت، فبتعرض نفسك لخطورات ان انت داخل عمليه مره تانية او داخل اصلاح تاني. صحيح الدنيا بتمشي كويس باذن الله وكل حاجه، لكن يبقى انت دخلت نفسك في بروسيجر تاني، فيستحسن تبعد عن عينيك ما تدعكش فيها خالص. لمده قد ايه؟ على الاقل لمده شهر. على الاقل هي القرنيه بتلزق في مكانها خلال دقايق، وبعدين بعد ساعه بتبقى ماسكه نفسها كويس، بس مش هتستحملك انك تزقها. واخد بالك؟ اول اسبوع بتكون الجرح الدائري ده قفل خالص تماما وبقى تمام، ما فيش منه اي مشكله، واي حاجه ما بين الشريحه المرفوعه والقرنيه خلاص مسكوا في بعضهم ولازقين في بعض. وبعد شهر الموضوع بيبقى صعب جدا تحريكها. بعد سنه خلاص تبقى يعني لو الجراح عايز يخش بعد سنه يرفع الشريحه دي بيجد صعوبه جدا في رفعها. طيب لو انت بقى بتلعب رياضه فيها كونتاكت، تلعب بقى كونغ فو، بتلعب تايكوندو، بتلعب رياضه فيها راجبي، بتلعب فيها رياضه فيها التحام، اي رياضه فيها التحام، او انت في راجل ضابط شرطه، ضابط جيش، مجند، او اي حاجه من الحاجات دي، انت تبقى الليزك وخليك في البي ار كي. وجع كام يوم، ولا انك تبقى عرضه ان الشريحه دي في خبطه من الخبطات انت تحركها او كده. يعني كان في فنان من الفنانين مره بتوع الاكشن في تصوير فيلم من افلامه وانخبط وكان عامل ليزك والشريحه بتاعته اتحركت، وكانت مشكله بالنسبه له، ورجع للدكتور بتاعه، دكتور طبعا ممتاز، فردها له ورجعها له تمام وبقى كويس. بس يعني الناس بقى اللي هم ان اكشن دولت خلاص بقى نبعد عن الليزك. تمام. اوكي. طيب من كلام حضرتك فعلا يبقى الليزك يعني ممكن يعمل بي ار كي اللي هو الكشف السطحي يعني. الليزك عمليه امنه وامنه جدا، بس باشتراطات معينه، باشتراطات احصائيه معينه، مش موضوع تجاري. لان الواحد بقى خش بقى على الفيسبوك تلاقي ارخص عمليه ليزك في مصر
اسرع عمليه ليزك في مصر، احسن مش عارف ايه، هات 5 وخد الاثنين التانيين مجانا. لو اي حد شايف ان عينه عرضه عروضات مم. يتفضل، يعني مفيش اي مشكله. يعني دي هو كده بيضحي بنفسه يعني، او بياخد الريسك على نفسه. دي قصه تانية خالص. آه، طب وموضوع الجفاف اللي بيحصل بعد الليزك؟ طيب، احنا العين او القرنيه بالذات حساسه جدا. مم. ربنا خلقها حساسه جدا، بتحس بالحراره اللي حواليها، بتحس باي لمسه تيجي فيها ولو حتى ترابايه مم. صغيره، لان في اعصاب كتيره قوي بتغذي المنطقه ديت. اي لمسه صغيره كده تلاقي عينك بربشت على طول، لحقتها قبل اي حاجه. مم. لو حتى يعني سيبك من لمس الرموش نفسه بيعمل ديت، بس القرنيه حساسه جدا للكلام ده. احنا جينا بقى رفعنا شريحه، فالاعصاب دي اتقطعت. مم. هتاخد مننا قد ايه؟ من 3 ل6 شهور انها ترجع كلها مكانها تاني. مم. فالمعلومات اللي القرنيه بتديها لمخك هي ناشفه ولا لا بتتوقف. اوكي. فالمخ بيتخيل ان هي تمام، فما بيديهاش الدموع الكافيه. ومن هنا بعد الليزك بندي قطرات تعوض الدموع اللي المفروض ان المخ يخليه العين تفرزها مم. عشان الرؤيه تكون احسن. تمام، يعني عينك لازم تبقى دايما طول الوقت متغطيه بالدموع. بالدموع. مم. تمام. ولذلك نيجي بقى نتكلم على الحته المهمه قوي بتاعت الجفاف. ايوه. اللي هو الناس بتبقى عايزه تعرف انا ليه بيجي لي زغلله. بيجي لك زغلله علشان انت العين بتنشف، ما مم. انتش مستعد. طب انا قاعد قدام الكمبيوتر بتاعي بشتغل، هيجي لك جفاف حتى لو مش عامل ليزك. مم. خلاص، حتى لو انت مش عامل ليزك هيجي لك جفاف. ليه بقى؟ انت لما بتبص على حاجه، المفروض الطبيعي اي شخص طبيعي بيبربش بعينه كل من 3 ل5 ثواني. الجفن الفوقاني ينزل يوزع الدموع على القرنيه مم. ويطلع يوزع الدموع على القرنيه، فتبقى دائما عليها طبقه مرطبه من الدموع. انت بص على الكمبيوتر بتاعك او على التليفون بتاعك وبتبص في حاجه، بتذاكر في حاجه، مركز فيها، بتشتغل في حاجه، مش هينفع تقطع المشهد ده كل 3 ثواني او 5 ثواني. مم. فبيحصل حاجه اسمها ستيرنج دراينس، ان هو الريفلكس ده بيقف، رد الفعل ده الطبيعي خالص كل 3 ثواني ده بيقف، وتقعد لك بقى فتره طويله ما بتبربش. تمام. وعينك مفتوحه فتنشف. فده اللي بيسموه الستيرنج دراينس. طب ايه المشكله؟ ايه الحل بقى للستيرنج دراينس او الستيرنج ده اللي هو ايه؟ ان انت تركيز باصص في حاجه، بس يعني مركز. باصص على حاجه كده مش راضي تشيل عينك من عليها. مم. خلاص، الحل ايه؟ اخترعوا لها حاجه كده لطيفه قوي اسمها 20 20 20 20 20 20. ان انت كل 20 دقيقه هتاخد 20 ثانيه بريك. مم. تمام. وتبص على حاجه على مسافه 20 قدم اللي هم 6 متر. فيحصل ايه؟ ان انت تفقد التركيز شويه. خلاص، فتبدا عينك تبربش، فيعاد الهيدريشن، الدموع تتوزع على القرنيه مم. تاني وترجع تاني تبقى كويسه، وترجع تشتغل تلاقي نفسك كويس. فالزغلله اللي كانت موجوده او اللي هتحصل ما تجيش او تتحسن. لو هي موجوده تتحسن، لو انت لسه هتيجي ما تجيش. تمام. انت عامل ليزك لقيت الدنيا مزغلله، تعرف ان القرنيه بتاعتك نشفت وانت مش عارف. هتحط القطره مم. بتاعتك تلاقي ان الزغلله اتحسنت. طول ما انت بيحصل لك زغلله وتحط القطره تتحسن، انت لسه عندك جفاف. مم. فبتستعمل القطره بتاعتك لغايه لما الدنيا تتحسن. طيب حضرتك دلوقتي اديت نصيحة سواء للناس اللي عاملين عملية أو حاجة في العينين أو الناس اللي عادي عينيهم كويسة، هل في نصائح تانية عموما بتحب تقدمها للناس ما عندهمش أمراض، ما عندهمش مشاكل في العيون، بس يا جماعة البراكتس أو الأسلوب الحياة ده غلط، المفروض تبقوا بتعملوا كذا كذا؟ انا اسلوب الحياه اهم حاجه عندي، موضوع دعك العينين ده. أوكي. ده بالنسبه لي دي كانت معلومة جديدة يعني فعلا بالنسبة لي، لأن ده أنا بالنسبه كنت لي بدعك عيني كريتيكال عادي. جدا. مهم قوي ان الناس ما تسيبش نفسها ان يجي لها جفاف، ان هي ما تشربش ميه. شرب الميه الكتير ده بيساعد الدموع دي سوائل من الجسم بتفرز، فانت محتاج تبقى دايما بتشرب ميه كتير، خاصه في الايام الحر، مم. الايام اللي فيها شمس كتير، الاوقات اللي انت قاعد فيها مركز على الكمبيوتر كتير برضو محتاج الكلام دوت. البريكس بتاعت ال 20 20 دي عاده مهمه جدا، لو استمريت عليها هتبقى حاجه كويسه. خاصه الناس مم. دلوقتي بتمسك الموبايل، تفتح اي ابلكيشن، تشغل فيديوهات ريلز او اي حاجه. وعيش الريلز دي بقى. بالذات، الفيديوهات القصيره دي، انت بتفري فيها كتير، فانت تبص في الساعه تلاقي عدى ساعتين 3 من غير ما مم. تحس.
عينيك بترهق جدا، بيجي لها جفاف عنيف جدا لان انت مش حاسس بالوقت. فالكلام ده، البريكس دي مهمه جدا في الوقت دوت. آم، الخضار بقى، الخضار وفيتامين اي والحاجات المهمه جدا. النصيحه التانية المهمه بقى، الناس اللي بتاخد الفيتامين اي سبلمنتس، تاخد مم. فيتامين اي كراس دواء او او حاجه كبسولات. لازم نبقى عارفين ان فيتامين اي مهم جدا، واكل الجزري اول نظر والكلام ده، ولكن لو انت بتدخن سجاير فيتامين اي ده سم بالنسبه لك. بمعنى ممنوع. ممنوع. فيتامين اي بيزود فرص السرطان لو انت بتدخن سجاير. فلو انت بتدخن سجاير، او لو انت دخنت سجاير زمان، دي معلومه بقى يعني مم. ناس كتير بتعرفها. لو انت دخنت سجاير زمان او بتدخن سجاير دلوقتي، حضرتك ما تاخدش فيتامين اي. طب ممكن حضرتك تشرح لنا التحول اللي بيحصل او الاسوسيشن حاجه؟ ده، دي اسوسيشن كده يعني، هنقول statistically. اوكي. فهي يعني هي مرتبطه تماما ببعض واستابلشد، يعني ما فيهوش شك يعني. اوكي. ف ولذلك فيتامين اي لما بينكتب الدكتور بيسال انت بتشرب سجاير؟ شربت سجاير قبل كده؟ مم. جنبك حد بيدخن كتير، عشان الباسيف سموكينج ده برضو يعتبر نوع من انواع كأنه السموكينج. تدخين. يبقى كده مش هناخد، يبقى خدوا بقى من مصادره الطبيعيه، ما تاخدوش سبلمنت يعني. طب ندخل بقى على برضو عمليات تانية مشهورة قوي في العيون، زي المية البيضاء والمية الزرقاء، وممكن نتكلم بعد كده على زراعة القرنية. هو بالعربي بس الأسامي بتحسهم قريبة من بعض، المية البيضاء آه. والمية الزرقاء، في إن هو المفروض مجالاتهم هو مختلفة. الاسامي بس اللي قريبين من بعض، لكن الحقيقه بالظبط هم ما كده. لهمش علاقه ببعض خالص يعني، ما هماش شبه بعض حتى. طيب، الميه البيضاء دي عباره عن التطور الطبيعي لحاجه الساعه. الميه البيضاء دي عامله زي الشعر الابيض كده. عدسه عينك شفافه. مم. مع الوقت الانسجه بتاعتها بيتغير بالسن، وتتحول من اللون الشفاف للون الابيض. تمام. شفافيتها بتقل بمعنى اصح. مم. حلها ايه؟ حلها ان احنا بنخش باجراء بسيط جدا، بنفتح المحفظه اللي فيها الانسجه بتاعت العدسه دي، محفظه العدسه دي، ونشفط الانسجه دي بطريقه معينه بحيث ان احنا ننضفها تماما، وبعدين نزرع في المحفظه ديت عدسه صناعيه. تمام. العدسه الصناعيه دي انواع واشكال كتير جدا، تطورت في الفتره الاخيره بشكل عنيف جدا. للاحسن طبعا، مم. للافضل بكتير غير زمان يعني. هي اكتشفوها زمان يعني في بدايتها كده في الحرب العالميه الثانيه او الاولانيه. مم. واحد انفجرت، دخلت في عينه ازازه، فلقوا ان ما حصلش حاجه انرت، ففكروا ان هم يحطوا الازازه دي على شكل عدسه بدل الميه البيضاء. اوكي. يعني كانت مم. الفكره كده. ف فالميه البيضاء دي حاجه بسيطه خالص، وبتحصل للناس كلها. بتحصل للناس كلها. بتحصل للناس كلها. طب يعني احنا كده بنتكلم ان انا احتمالية كبيرة في حياتي ان انا يجي لي مية بيضاء، فايه اللي اعمله؟ انت او هيجي لك في ميه بيضاء. ايمن هيجي لي ميه، طب فايه اللي ممكن اعمله عشان اقلل او ابعد فتره المده اللي هتجي لي فيها؟ ولا يستحسن تجي لي بدري عشان اعمل العمليه بتاعتها بدري لا ولا لا، الموضوع اقول لك انا، بيريلابس لو انت معايا؟ عندك سكر تحافظ على السكر بتاعك. مم. لو انت عندك حساسيه ما تستعملش قطرات فيها كورتيزون. لو انت بيجي لك امراض مزمنه، لازم تبقى استعمالك للسيستميك كورتيزون او الادويه العنيفه تبقى معروف يعني. الناس اللي بتستعمل كيميوثيرابي برضو، بتستعمل العلاج الكيماوي برضو، مم. بيجي لهم ميه بيضاء ساعات. ففي حاجات كده انت يعني في حاجات هتقدر تتحكم فيها، في حاجات مش هتقدر تتحكم فيها. في عينين عندنا كتير قوي سن صغير بيبقى جاي وعنده نوع معين من الميه البيضاء كده، اللي هي بنسميها بوستيريور كابسولر، اللي هي بتبقى في الجزء الخلفي من العدسه، وده بيأثر على النظر جدا مم. لانها في منطقه الضوء بيعدي منها بشكل مكثف. ودول كلهم بيبقوا جايين عشان بيستعملوا قطرات فيها كورتيزون، وتلاقي معاها روشته مكتوب فيها مثلا قطره 4 مرات في اليوم لمده اسبوع واحد فقط ولا تكرر. يقول وعملوا لك انا فعلا ماشي كده. عليها بقالي سنه. كل سنه وانت طيب. طيب في ميه اه. بيضاء وفي ميه زرقاء وفي كذا حاجه عندك دلوقتي، لازم نعمل ده ونعمل ده، وتمشي على قطرات طول عمرك مم. وهتعيش كده. طب هو حضرتك قلت لي هيجي لك ميه بيضاء عشان عملت ليزك قبل كده، ولا عشان لا انا بني ادم عموما لا، عادي عشان يعني؟ انت هيومن بين، عشان عشان انا انت بني بني ادم ادم عادي. عادي خالص. هي عدسه العين دي تتكون من الياف معينه. مم. تمام. مترتبه بترتيب بشكل معين، سبحان الله. مم. مترتبه بشكل معين بحيث انها تبقى شفافه، لما يعدي الضوء يعدي من خلالها من غير ما توقفه. مع الوقت
هي الالياف دي بتتكون، تفضل تتكون فتبدا العدسه نفسها تكربس على نفسها لغايه لما تبدا الالياف دي ترتيبتها ما بقتش ترتيبه شفافه زي الاول، مم. ونوع البروتين يبدا يحصل له تغيير. البروتينات اللي موجوده جواها اللي هي شفافه اصلا زي البروتين اللي جوه البيضه مثلا مم. يبدا يتغير. انت مم. البيضه بقى لما بتغليها بيحصل ايه؟ بتبيض. بيض. هو اللي بيحصل كده، البروتين بيحصل له ديناتوريشن واحده مم. واحده فيتحول للون ابيض شويه، وحتى العدسه نفسها بتبدا تكبر، مم. يعني حجمها بيكبر وتاخد حيز اكبر في العين. فلو مثلا عيان عنده طول نظر احنا بنفضل يعمل الميه البيضاء بدري، لان اول ما بنعملها طول النظر ده بيبقى العين بتاعتهم اصغر مم. شويه من الطبيعي، فبتبقى الدنيا زحمه جوه العين. فلما يحصل له تجيله ميه بيضاء والعدسه تكبر شويه عن مكانها بيبقى زحمه الدنيا جدا، عايزين نفضي ونخلي العين تتنفس من جوه كده وتمام، فبنعمله الميه البيضاء ايرلي مم. بدري. فهي الطبيعي ان العدسه بتبيض، والناس كان بيجي لها ميه بيضاء طول عمرها، وكان احنا القدماء المصريين كانوا بيعملوا عمليات الميه البيضاء من واحنا لسه طب هي ايه يعني. بقى عمليه الميه البيضاء اللي تخلي القدماء المصريين كانوا بيعرفوا يعملوها؟ القدماء المصريين كانوا بيعملوا الكاوتشنج. كان بيتجاب آلة كده معينة ويروح هابد العين خابطها خبطة معينة كده تروح عدسة العين واقعة ورا. خلاص وبعدين كده، ما هي بتبقى ابيض، لونها اه. بقى ابيض تمام، فالعين مش شايف خالص، فيتخبط تقع ورا، فيتحول العيان ان هو عنده طول نظر. فممكن بقى يحطوا له عدسه، يحطوا له حاجه قدامه يشوف احسن، بس يبقى يشوف مم. غير لما كان اعمى. يعني على الاقل هيشوف الدنيا حواليه، مش هيشوف زي دلوقتي طبعا، دلوقتي مم. الوضع مختلف خالص، ما انت لو ما زرعتش عدسه دلوقتي مش هتشوف، مم. بس هتبقى شايف زي ايام القدماء المصريين. اوكي. طيب العمليه دي صعبه سهله؟ بتتعمل في وقت قد ايه؟ محتاج اعمل ايه قبلها؟ لا اخد لا، بالي من ايه عمليه الميه بعدها؟ البيضاء دي من اسهل واسرع العمليات اللي بتتعمل. المهم بس انك ما تحطش نفسك في مكان اللي هو تأجلها قوي قوي فتبقى هي صعبة عليك وصعبة على الدكتور وتاخد وقت طويل، انما هي العملية بتاخد من 5 ل10 دقايق ماكسيمم. اصل انا لما عملت ليزك 5 ل10 دقايق برضه. بس هو الفكره ان انا رحت عشان اصحابي كلنا رحنا مش عارف ايه، فرحت وعملت العمليه وخلاص. بعد ما عملت العمليه اتفرجت على الفيديوهات بتاعتها. انا لو كنت شفت الفيديوهات دي ما كنتش عملت العمليه. هو انت يعني مش من مصلحة المريض انه يشغل نفسه بالميديكال تكنيكاليتي بتاع العملية، مش مصلحته، يعني مش مم. هيستفيد حاجة. ف فالمريض المفروض ان هو بيروح لدكتور ثقة ودكتور شاطر مم. عارف هو بيعمل ايه وهو واثق فيه وبيسلم نفسه. الدكتور بيدي كل المعلومات والشرح للمريض، والمريض بيعمل informed decision، والدكتور بيعمل اللي هو اتعلمه، مم. اللي هو طول عمره بيتعلمه واللي بيعمله مع العيانين كلها. طيب برضه واحد جاي من بره هيعمل عندنا عملية مية بيضة، محتاج يعمل ايه قبلها؟ هيقعد معانا وقت قد ايه؟ لما يرجع المتابعات هتبقى وضعها ازاي؟ المية البيضاء عمليتها سهلة خالص، يعني ما بتاخدش 10 دقايق، ومن تاني يوم بيبقى العيان يعني كويس خالص وممكن يسافر بعدها على طول. لو عايز يجي جاهز يبقى جايب معاه تحاليله مثلا، تحليل دم يعني ولا؟ تحاليل الدم بتاعته علشان هيخش بقى اوضه العمليات والكلام اه. دوت. يعني بعض الحاجات ممكن نبقى نكتبها للمريض يعملها علشان لو هو جاي عشان يعمل عمليه على طول، بس الكلام ده هنا كده كده ما بياخدش اكتر من كام ساعه يعني عشان يطلع مم. نتائجه. فمن ضمن التحضير للعمليه والكلام دوت ممكن بيتعمل برضو مع العمليه. مم. وبعد العملية؟ بعد العمليه مش هيحتاج اكتر من يوم او يومين بكتير. مم. وبتتعمل العين وبعد مدة تتعمل العين التانية؟ يعني التانية مش مدة ولا حاجة، يعني احنا ممكن نعملهم في يوم واحد بس بنفضلش ان احنا نعملهم في يوم واحد، مم. ولما بنعملهم في يوم واحد بنعملهم في two different sessions، يعني بنعتبره كأنه عيان تاني، بنفك كل حاجة ونعقم كل حاجة ونعمل ايه ونبدأ العين التانية. بس احنا العادي ان احنا بنعمل عين وتاني يوم نعمل العين التانية. وتاني يوم نعمل العين التانية. تاني يوم يعني. اوكي. ده الطبيعي. يعني في نفس السفرية يقدر يعمل يقدر العين طبعا الاتنين، مش اه. محتاجين ديت ريكفر خالص وبعد سهلة كده خالص. ندخله لا يعمل لا العين لا تاني. لا لا خالص، لا لا، يعني زي ما بقول لك احنا ممكن نعمل في يوم واحد لو احنا مضطرين نعمل كده، يعني عيانين كتيره بنبقى مضطرين نعمل كده، مم. خاصه العيانين اللي ما بنعرفش ننيمهم بنج كلي كتير، اللي عندهم مشاكل معينه او اللي على سفر او كده، بس دي بنبقى الاوضه بتتغير كلها تاني كاننا داخلين عمليه جديده، مش بتبقى انك بتعمل عندي والعندي. مم. المايه الزرقاء، اه. المايه الزرقاء دي بقى حاجه تانية خالص. المايه الزرقاء دي اعتلال في العصب البصري، ده مرض في العصب البصري. تمام. الحاجة اللي احنا لاحظناها ان العصب البصري بيتأثر بضغط العين، مم. سواء ضغط العين ده عادي
او ضغط العين ده عالي. خلاص. عادة المعروف اكتر هو الضغط العيني العالي. ضغط العين عالي فبناخد له علاج يقلله، ينزل بيه. لو الضغط العين عادي طبيعي، يبقى هناخد قطرات برضو تقلل الضغط. يعني الفاريبل الوحيد او المتغير الوحيد اللي احنا قادرين نسيطر عليه هو ضغط العين، مهم. فبنقلل ضغط العين. لو العلاج بقى كتير او مش قادر يسيطر على ضغط العين، فبنعمل عملية. العملية دي بيبقى الغرض منها ان احنا نقلل ضغط العين باننا نفتح مسارات السائل اللي موجود في الخزنة الأمامية ده اللي هو الأكيوس هيومر دوت يخرج منها بطريقة أفضل وبمقاومة أقل، مم. باشكالها بقى المختلفه. ليها اشكال كتيره، الجراحات بتاعتها ليها فيها اشكال كتيره انواع على كتير حسب وطريقه الاختيار بقى. يعني الحاجات دي كلها بتعتمد الدكتور شايف الحاله عامله ايه وسببها ايه. فليها اشكال كتيره جدا، يعني ليها انواع كتيره الميه الزرقاء. مم. فكل نوع ليه طريقه العلاج بتاعته وطريقه الجراحه بتاعته. طيب عشان النقطة دي، هل لو حد برضه هيجي من بره مصر، هل في حاجات معينة نطلبها منه عشان نقدر نحدد أصلا العملية اللي هيمشي فيها هتبقى إيه، فبالتالي نقدر نحدد له تكلفة، لأن الموضوع مختلف. هو ما هو انت عايز تشخص الحاله، مم. نوع المياه الزرقاء دي ايه وشكلها عامل ازاي. فلو في اي فحوصات تشخيصيه تشخص الكلام ده زي الاو سي تي، زي اسمه ده تصويرات لجوه العين للانجل، زاويه الخزنه الاماميه، ضغط العين بتاعه متقاس. لو الحاجات دي كلها موجوده معاه كويس. لو مش موجوده احنا بنعمل الكلام دوت ونجهزه ونحضره. مم. لو ليه علاج هياخد علاج. لو هو مش محتاج عمليه يبقى هياخد علاج ويبقى يستمر عليه ويبقى كويس. لو ملوش يبقى هنعمل العمليه. عمليه الميه الزرقاء بتحتاج متابعه اطول شويه، يبقى محتاجين نطول الفتره يبقى عاملين حسابنا ان احنا نقعد اطول شويه. بتحتاج متابعات كتير، مم. وبتحتاج بقى فولو ابس، يعني محتاج يجي مره تانية ويعمل فحوصات عنده في المكان اللي هو فيه، فحوصات مستمره بحيث ان احنا نبقى ضامنين ان الدنيا مستقره وكويسه. طيب. مشكله الميه الزرقاء ان اسمها حرامي العين، حرامي البصر. مم. اسمها حرامي البصر. ليه؟ لأن المياه الزرقاء هو اعتلال في العصب البصري. العصب البصري بيموت واحدة واحدة من غير ما تحس بيه، فمجال الرؤية بتاعك بينكمش من غير ما تحس. وفجأة تلاقي نفسك كأنك بتبص من أنبوبة، حاجة رفيعة خالص. يعني العيان بيبقى يبص يقيس نظر يقول لك أنا شايف 6/6. أيوة أنت مم. شايف ستة بس مش ستة شايف كل حاجة. لكن أنت مش شايف كل اللي حواليك. ويبان ان هو يخبط حد وهو ماشي بالعربيه وهو مش شايف، هو مش شايف المنطقه دي، ما بقاش شايفها. مم. ف... فاسمها حرامي العين، انها تسرق منك العصبي. يبقى فين بقى لما مركز الابصار بيروح اخر حاجه في الاخر خالص، فانت الاخر لحظه شايف 6/6 لكن مش شايف كل حاجه. طب أنا كبني آدم عادي، إمتى ابتدي أكتشف؟ أنا عارف إن لو اكتشفتها بدري أحسن، فإمتى أكتشفها؟ المفروض ان انت في زياراتك الدوريه بيتقاس لك الضغط ويتبص على العصب البصري. هو رؤيه العصب، الفحص بتاع العصب البصري ده مهم جدا وده سهل جدا. ده بالعدسه ال90 بنبص على العيان في لحظه. كل العيانين بتبص عليهم بسرعه جدا يبقى شايفين. لو انت مم. عندك تاريخ مرضي من اي حد من قرايبك عنده القصه ديت فوق سن ال40، معظم الناس بنبص عليهم الكلام ده. لو انت بتستعمل كورتيزون او ماشي على علاج كورتيزون، لو تعرضت لخبطه في عينك بشكل معين، يعني اسبابها كتيره. فاحنا بنعمل دايما في الريجولار تشيك ابس او الفحوصات الدوريه بندور عليها دايما. طب إمتى ننصح الناس بالريجولار تشيك ابس أصلا؟ كل سنه على الاقل. مم. ولو الدكتور فحصك وطلب منك فحص اقرب كل 6 شهور، لازم بتبلغ الدكتور اللي هيشوفك المره اللي بعدها تقول له ان الدكتور المره اللي فاتت قال لي انا لازم افحص كل 6 شهور، لان ده معناه ان هو شاف حاجه بيدور عليها. وببتدي الفحص الدوري ده من سن كام؟ والله انا شايف ان الكلام ده يعني الناس المفروض تروح لدكتور العيون من وهي صغيره، يعني مم. من على طول انت بتشوفه ريجولارلي. لو انت عينيك كويسه ما فيهاش حاجه والدنيا يعني لا بتلبس نظاره ولا محتاج اي حاجه، كويس ان انت كل كام سنه يتبص عليك. لكن لو انت من اللي بيلبسوا نظاره يبقى الفحص الدوري بتاعك ده بيتعمل وانت بتجدد نظارتك كل سنه. مم. طب فعلا، ايه النصائح نبتدي نقدمها للاهالي ياخدوا بالهم من معاهم لاطفالهم؟ يعني حاجات اللي هو من سن كذا تاخد بالك من كذا، من سن كذا تاخد بالك من كذا. هو الاطفال الصغيرين طبعا الموضوع تشالنجينج شويه في ان انت تطلع النظر بتاعه وتقيس له النظر بتاعه وتتوقع هو شايف ولا مش شايف. فانت لازم تبص على باباه ومامته كانوا بيلبسوا نظارات وهم صغيرين ولا لا. الطفل هل عينيه بتحول لشمال او يمين او بتبقى يعني مش شمال او يمين.
الطفل هل عينيه بتحول لجوه او لبره، هل درجه تركيزه فيها اختلاف، هل بيقرب من الحاجه من الشاشه عشان يشوف الحاجه كويسه، هل عنده مشاكل في الفصل بينقل الحاجه غلط، مش شايف، مش ما بيتعرفش على الوشوش البعيده عنه. الحاجات دي كلها بتدي كلوز. كده كده احنا لازم برضو الاطفال بيتشافوا ريجولر كل سنه عشان نطمن عليهم، والمدارس بتعمل سكريننج، قياس النظر للسكريننج، او لو المدرسه او المدرس لاحظ ان الطفل عنده مشكله في الانتباه او في الرؤيه او في النقل عن السبوره او في الكتابه او في التعرف على الناس من بعيد، بيبلغ الاهالي. طب يعني انا مثلا انا بنتي عندها 5 سنين دلوقتي، من امتى ابتدي المفروض ان انا 5 اخدها؟ سنين تقدر تقرا العلامات، يعني تقدر توديها للدكتور وتشوف العلامات من وتحددها. السن ده المفروض ان انا ابتدي تقدر كل سنه كده اوديها؟ تقدر طبعا. هل الموضوع ظريف للاطفال ولا في حاجات تبقى مضايقاهم لا وخايفين؟ لا، انت لازم تشوف دكاتره عيون الاطفال، يعني الاطفال العاب بقى. بتحبهم، الاطفال بتحبهم، تبقى العياده كده جميله ومليانه لعب ومليانه صور اوكي. لا طبعا يعني طبعا بتختلف من حد للتاني، بس التعامل مع الاطفال ليه شكل معين. الاطفال باذن الله بتحب دكاتره عيون مهم. الاطفال قوي يعني. اوكي كويس، يعني عشان ابقى مطمن انا واخدها كده ان لا شاء الله. لا طبعا. كنت فتره شغال مع شركه كنديه بتقدم استشارات عن بعد، يعني المرضى اللي عايزين ياخدوا استشاره من حد بره. فانا فاكر حاله جت مصريه، آه، بتشتكي ان هي كان سنها حاجه و20 سنه، وحصل لها ضمور في العصب البصري، او يعني في عين خلاص فقدت الرؤيه فيها بسبب ارتفاع ضغط العين، والعين التانية شايفه طشاش دلوقتي، بس لسه العصب البصري يعني ما حصلوش ضمور كامل، او في ضمور بس ما ماتش مثلا زي. تمام. واللي اتقال لي ان هي عملت حقن سيليكون مره في عينيها وبرضه ما جابش نتيجه، فالعين اليمين باظت، فمتبقي لها العين الشمال بس. ف حتى في امريكا وكندا ما كانش عندهم علاج معين ليها، ولكن اللي اتقال لي ان هو في علاج في المانيا بس، اللي هو حقن الخلايا الجذعيه في. يعني حضرتك كويس بدات تهز. طيب. احكي لي عن الموضوع ده طيب كله كده. هو مفيش حاجه اسمها حقن سيليكون، علشان السيليكون اللي بنحطه في العين ده بيتحط في حالات الانفصال الشبكي. مم. حالات الانفصال الشبكي، الشبكيه بتاعت العين دي اللي هي لو قلنا ان الدنيا كاميرا او العين كاميرا، فهي الفيلم اللي كل الصوره بتتكون عليه، وهو دي الطبقه الداخليه اكتر حاجه جوه العين، الداخليه للعين، وتبطن العين من جوه تماما، وبيملى العين قدام الشبكيه دي، بيملى العين السائل الزجاجي، حاجه كده مخاطيه كده عامله زي الشفافه، وعامله زي الجلي. تمام، هي اللي ماليه العين، الجزء الخلفي من العين. لو حصل قطع في الشبكيه، ومع السن السائل الزجاجي ده بيبقى ما هواش جل قوي، فيه في شويه سوائل، فتبدا الشبكيه تنفصل من مكانها. مم. خلاص، دي من احد اسباب الانفصال الشبكي. فلما بتنفصل الشبكيه من مكانها، اللي بيحصل ايه في الجراحه الحديثه؟ ان احنا بنخش نشيل السائل الزجاجي ده بشكل معين، ونرجع الشبكيه دي مكانها، ونثبت القطع ده بليزر. وعايزين بقى الشبكيه تفضل في المكان ده شويه لغايه لما التثبيت اللي بالليزر ده يشتغل، اللي هو بياخد له مثلا يومين 3 اسبوع. خلاص، ونضمنه. فبنحقن جوه العين يا اما غاز معين لو الحاله تسمح، او لو الحاله لا تسمح بنحقن سيليكون، زيت سيليكون، نحقنه جوه العين ويبقى فيه بوزيشننج وكده. طيب، بعد ما نحقن السيليكون ده 2 أو 3 وبنشيل السيليكون ده، والعين تتملي بسائل عادي خالص، والعين يعيش طبيعي خالص. مم. في بعض الأوقات ال الانفصال ده بيكون مش مجرد إن قطع حصل في الشبكية، لا، ده بيبقى فيه تليفات بسبب السكر مثلا، مم. وشدت على الشبكية وعملت مشاكل، والسكر عمل اختلال في العصب البصري، فالعصب البصري تعبان، فأنت بتخش في عملية معقدة، تقعد بقى تفك الالتصاقات وتضرب ليزر علشان ما يحصلش التليفات دي تاني، وما يحصلش نزيف تاني، وتشيل النزيف اللي موجود جوه العين، وتعمل وتصلح على قد ما تقدر، وبعدين تحط السيليكون، وفي النهاية النظر اللي فاضل بيبقى حاجة قليلة خالص، ويبقى طشاش. السكر يكمل يعني. فانت عندك سبيكترم كبير يعني، مم. او يعني مجال كبير قوي من ان انت بتلحق عينين وتبقى كويسه، وفي عينين ما تتلحقش زي ما اللي انت تكرمت عليها دي. اهم حاجه ان احنا ما نحطش نفسنا في الموقف اللي هو الدكتور بيحاول ينقذ عيني. يا جماعه، مم. احنا لو عندنا سكر
لو عندنا ميه زرقاء، لو عندنا اي مرض مزمن، تمام، احنا بنعالجه من الاول. الميه الزرقاء بتتعالج سواء بعمليه او بالقطره، والسكر يتعالج بالحفاظ على السكر في الدم، وبان انا بشوف الدكتور على بشكل دوري ومستمر، منتظم. علشان لو لقى في تغيرات في الشبكيه، لو عملنا ليزر على الشبكيه من البدايه خالص، خلاص بنوقف الكلام ده ونبقى كويسين. انما ما نسيبش الدنيا توصل لمرحله ان انا فجاه جالي نزيف جوه العين وجاي اشوف الدكتور لاول مره. مم. خلاص انا كده بحاول انقذ ما تبقى من العين، غير ان انا اوقف تطور في الاول. فالمتابعه الدوريه مهمه جدا لعيانين السكر وعيانين الميه الزرقاء، دي حاجه كريتيكال تماما يعني. آه، انا بقيت خايف عليهم يعني فعلا، اه لان انا لما اه بسمع حالات الدنيا متاخره معاهم، هو زي ما حضرتك قلت، انت كنت جيت لي من بدري كان الموضوع اتلحق، لكن انت ليه حقيقي. جاي بعد ما احنا فعلا بنحاول نلاحق على كذا وكذا والدنيا بايظه من كذا ناحيه. العصب البصري لو مات او مات منه جزء مم. ما بيرجعش، اللي بيروح ما بيرجعش. في العصب البصري اللي بيروح ما بيرجعش. اسباب التهابات العصب البصري كتيره وحاجات كتيره يعني، ممكن نخش في تفاصيل كتير. لكن العصب البصري لو اتاثر باي شكل من الاشكال، سواء من الميه الزرقاء او من السكر او من الام اس، المالتيبل مالتي سكلروز. سكليروزز، او من مشكله في الشرايين او الاورده، او مشكله في التجلط، او اي حاجه العصب البصري بيتاثر فيها، مش يعني مش اللي بيروح ما بيرجعش. مم. بنحاول نعالج بسرعه علشان نحافظ على اللي فاضل، لكن اللي بيروح ما بيرجعش. طيب، حاجه ممكن تبقى اخيرا نتكلم عليها والمفروض انها بتدي امل للناس، اللي هي زرع القرنيه. السرعه القرنيه. ايه الحالات اللي بتحتاج زرع قرنيه مش حدود العلاج برضو فيها قد ايه؟ تمام. هو زرع القرنيه لما القرنيه بتاعتك يحصل فيها عتمه ما بقتش شفافه، مم. اسبابها بقى يعني لا تعد ولا تحصى. امراض كتيره بتبقى في القرنيه نفسها، حوادث كتير جدا. زرع القرنيه يعني الخرطوش، المواد الكاويه، ناس يعني بتتعرض لمواد كيماويه تفرقع في وشهم، انفجارات، يعني اسباب ترقية القرنيه كتيره ولا يعني لا تعد ولا تحصى. آه، احنا مشكلتنا في الترقية القرنية ان احنا بنستورد القرنيات من بره، فالعملية تبقى غالية شوية. لكن القرنيات متوفرة الحمد لله. ده اللي مخلي سعر العملية دي مكلف شوية. لكن غير كده هي عملية سهلة خالص وآمنة. بتتعمل بكذا طريقة، سواء ترقيع طبقي، الطبقة الخارجية أو الطبقة الداخلية، أو ترقيع كلي بنشيل القرنية كمان يعني كل طبقاتها ونحط قرنية كاملة مكانها. و... والنتائج بتاعتها كويسة، العيان بيمشي على العلاج بس فترات طويلة شوية ومتابعات كويسة، و... ونتائجها كويسة. طب انا بالذات عايز اتكلم على الكواليتي اوف لايف او جودة الحياة بعد العملية دي. ليه هحتاج متابعات كل شوية يعني؟ مش هزرع مرة وخلاص، ولا لسه هحاول بقى اتابع كل شوية ولا؟ بص يعني ما انت جايب جسم غريب حاطه في العين، مم. يعني حطه في يعني فالاول المفروض الجسم ما يرفضوش ويلتئم كويس ويمسك في مكانه، والانسجه اللي حواليه ما تلزقش فيه. يعني انت في حاجات كتير قوي بتدور عليها. سايب بعد كده لو في اي غرز مربوطه كويس وبقت لوس شويه، فمحتاج ما بيتسابش اي غرز لوس، لازم اي حاجه يعني يا تتشد يا تتشال. مم. فهو لا، الترقية القرنية ده عملية لطيفة وكل حاجة ومفيدة جدا، بس هي بتحتاج متابعات كويسة، ويحتاج العيان يبقى دايما متشاف. طب هل ممكن تبقى بديل او في مرحلة اللي هو القرنية المخروطية لو الموضوع اه، اتساب ما احنا قلنا والدنيا؟ ان من علاج القرنية المخروطية الحالات المتطورة ترقية القرنية، سواء ترقيع كلي او ترقيع طبقي يعني. الترقيع هو جزء منه اللي هو زراعة القرنية اصلا؟ ما هو الترقية القرنية هو زراعة القرنية. ازاي؟ انا فاكر الترقيع كان قرنيتي انا نفسها بيتعمل لها حاجة، لكن الزراعة بجيب واحدة جديدة، لا مش لا لا كده؟ لا، الترقية القرنية يعني انت بتحط رؤية قرنية جاية من شخص متوفي، اوكي. تحطها في عين هي الترقية القرنية هو زراعة القرنية. دلوقتي التكنولوجيا الحديثة ظاهرة بقوة في طب العيون، ولا
ما فيش تطورات كتيرة، وشايفين ايه جاي في الفترة القريبة؟ يا خبر ابيض، ده هو طب العيون ده التكنولوجيا طب العيون ده يعني بنلهث ورا التكنولوجيا. يعني حتى ابسط عمليه اللي هي عمليه الميه البيضاء، الاجهزه بتاعتها احنا كل يوم جهاز جديد بتكنولوجيا جديده بشكل جديد بيسهل العمليه ويسرع العمليه. العمليه دي كانت بتتعمل في 45 دقيقه زمان، دلوقتي 5 دقايق العمليه العيان بيكون قام. يعني مفيش حد بيخرج من الاوضه 5 دقايق يبص دي انا جنبه. ما لحقتش ادخل عملية ده ولا اصلا. حاجة خالص، يعني انت فعلا ده كله أجهزة متطورة جدا بتخلص كل حاجة بسرعة وأقل تأثير على الأنسجة. وفي عمليات احنا بنعملها بنج سطحي، يعني باخد قطرة كده وعينه بتتحرك زي ما هي، مم. واخش اعمل العمليه البيضاء، الميه البيضاء في 5 دقائق ويطلع ويقوم واغطيها بكفر كده خفيف شفاف كمان، ويبقى شايف منها على طول في لحظتها. يعني ده يعني في عيانين ما بتحبش كده، وفي عيانين تحب كده، يعني عادي خالص يتحركوا طب على طول. لان حضرتك محتك بالابحاث، اه فهل في حاجة حضرتك شايف انها ممكن قريب تيجي لنا تعمل تغيير، ولا لسه يعني في حاجة حاليا هي بس في مرحلة الابحاث، وان شاء الله ممكن في ال5 سنين الجاية تبقى بص، هو طبيعي؟ كل مجال طب يعني طب العيون بكل مجالاته شغال ابحاث فيه في كل الاشكال، وشغال انوفيشنز في كل الاشكال. في حاجات شغاله كتير قوي في الشبكيه بالذات، حاجات لسه جايه، ده تختص بقى بالحاجات الامراض المزمنه اللي زي السكر. الاعتلال الصبغي التلوني والحاجات، يعني في حاجات اللي هي الجينيتك مم. تريتمنت ديت. كل دي ابحاث بروميسنج جدا وجايه في السكه. زراعه المايكرو تشيبس اللي موجوده جوه برضو، كل ده جاي في السكه، لسه ما ظهرش بس لسه جاي في السكه. الحاجات دي كلها جايه، بس هتعمل ايفولوشن باذن دول يدوا الله امل لانهي مرضى بالظبط؟ للمرضى اللي عندهم مشاكل في الشبكيه بسبب الامراض، يا اما المزمنه يا اما الامراض الوراثيه. طيب، انا عايز اختم هل في حالة حضرتك فاكرها حابب تتكلم عليها؟ انا حابب اتكلم على حاجه مهمه جدا، وده انا مبسوط جدا ان احنا في مصر بدانا نهتم بيها، وهي الاعتلال الشبكيه للاطفال الخدج، اللي هو الاطفال حديثي الولاده. مم. الأطفال اللي بيتولدوا بعمر 7 شهور مثلا أو وزن قليل، الأطفال دولت ليهم جدول معين كده في الفحوصات بتاعتهم. الأطفال دول بدأنا في مصر من حوالي مثلا 10 سنين كده، والموضوع زاد قوي من 5 سنين كده، إن إحنا نهتم بالفحص بتاعهم. لأن الإحصائية قالت إيه؟ قالت إن كل 10 أطفال فاقدين الإبصار في سن المدرسة، في واحد منهم تمام عن بسبب الاعتلال الشبكي للأطفال المبتسرين. فاحنا الأطفال دول عايزين نمنعهم، فكل 10 منهم واحد ده كتير قوي، يعني رقم، أنا 10%. 10% من كل الأطفال اللي عندهم مشاكل بسبب كده. طيب احنا بنعمل ايه بقى؟ السكريننج. احنا بقينا دايما بنبحث في اي حضانه، بندور على الاطفال كلهم، نبحث على مين ينطبق عليه الشروط ونفحصه وندور عليه. لان برضو كل كل 20 طفل في 10 منهم بيظهر عليهم اعراض. تمام. مم. كل 20 طفل بيظهر منهم 10 وواحد من دولت بيفقد الابصار. احنا بندور عليه بقى ده عشان ما يفقدش الابصار. ايه اللي ممكن بيتعمل له في الوقت ده؟ بنعمل حقن، علاج بالحقن، علاج بالليزر. المهم ان احنا بنخش على الحضانه، بندور بكرايتيريا معينه على الطفل ده. لو الطفل مم. ده وزنه اقل من وزن معين، لو الطفل دوت اتولد تحت بدري اقل من سبع هو شهور احنا بنقعد ندور على دولت. الاطفال دي احنا بندور عليها اللي هم او اللي عندهم امراض يعني ديستريسنج، يعني عنده تعبان شويه او كده. ده حتى ده لو وزنه كويس، لو عمره كويس وكل حاجه، برضو بنفحصه علشان نمنع ان هو يفقد الابصار في بقيه قبل سن حياته. المدرسة. بجد شكرا جدا لحضرتك والمعلومات الكتير اللي اديتها لنا، انا شخصيا استفدت بمعلومات جديدة كتير، واتمنى الناس اللي سمعتنا يكونوا استفادوا زي كده برضو، وشكرا للناس اللي قعدوا معانا لحد الوقت ده. وان شاء الله يعني اتمنى لو في اسئلة تكون حضرتك موجود معانا مرة تاني، بحيث انك تجاوب على الناس لو وقت حضرتك يسمح.
انا اللي ممتن جدا للقاء الجميل ده. انا حبيت اكلم الناس من غير تفاصيل جامده في الطب او في الحاجات كده عشان الناس ما تتخضش وتخاف، بس ارجو صح. ان كلامي يكون مبشر والناس تكون سعيده بيه ويبقى اضاف معلومه لاي حد. أنا بجد بعيد عن مجال طب العيون وحسيت إن الكلام بسيط ووصل لي، فشكرًا بجد لتبسيط المعلومة، يعني دي بتبقى مهارة مش موجودة عند دكاترة كتير جدًا، ميرسي قوي، شكرا يا حبيبي. وبجد شكرًا لوقت حضرتك. شكرا يا حبيبي، شكرًا. شكرا.